طب ايه هي النو كونتاكت رول؟ في الفيديو ده هنتكلم عنها. النو كونتاكت رول دي قاعده نفسيه وعاطفيه مستخدمه بعد الانفصال عشان تساعد الشخص انه يتعافى بسرعه ويستعيد التوازن العاطفي بتاعه بعد الانفصال. فكرتها الاساسيه انك انت بتقطع اي وسيله اتصال مع الشخص اللي انت انفصلت عنه لفتره محدده بتتراوح من 21 يوم ل 90 يوم. نو كونتاكت رول ممنوع انك تتعرض لمكالمات باي شكل من الاشكال، لا مكالمات ولا رسائل ولا تتابعه على السوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا تشيل كل حاجه متعلقه بيه. اي لقاءات شخصيه محتمله او افتراضيه نو. والهدف منها هنا انك تهدي الاتاتشمنت انكزايتي او الاسترس الناتج عن تعلقك بالشخص ده، وكمان بتدي فرصه لعقلك انه يعيد البرمجه العاطفيه بدون اي تدخلات من اي طرف اخر، وبتساعدك على انك انت تستعيد بناء ثقتك بنفسك تاني وتركز على حياتك. الموضوع في الاول بيبقى صعب شويه، ولكن محتاج شويه كنترول ومحتاج تعرف الهدف اللي انت هتوصل له بعد ما تعمل كده، وتكون انت عارف انت بتعمل ايه كويس. المهم فيها الاستمراريه، حتى لو حسيت انك انت عاوز ترجع تتكلم معاه تاني، وهتحسن فرصتك للدخول في علاقه جديده بدل ما تقع في فخ الريبوند ريليشن شيب. التول رقم 2 الكوجنيتيف ريفريمنج، اعاده صياغه التفكير. الفكره الاساسيه ان دماغنا بيقع في حاجات زي ما قلت لك كوجنيتيف ديستورشنز، بتفكر بالابيض والاسود، كل حاجه صح يا اما كل حاجه غلط، والتعميم المفرط انك تحكم على نفسك انك دايما فاشل بعد موقف واحد بس، او التصفيه السلبيه انك تركز على كل حاجه غلط وتسيب الحاجات الايجابيه اللي انت عملتها. هنا تقنيه الكوجنيتيف ريفريمنج بتخلينا نعيد صياغه المواقف ونشوفها بطريقه اكتر توازن، والهدف منها انك انت بتقلل التوتر والاكتئاب، وبتديك فرصه احسن انك تعرف تاخد قراراتك وتتعامل صح مع المشاعر الصعبه اللي ممكن تواجهك. زي مثلا لما تقعد تقول لنفسك انا فاشل عشان انفصلت، هنا ممكن تعيد صياغه التفكير وتقول الانفصال مش فشل، دي تجربه اتعلمت منها حاجات معينه ومهمه عن نفسي وعن العلاقات واللي بيحصل فيها. وبدل ما تقعد تقول لنفسك هو اخد كل حاجه ومشي، هي خدت كل حاجه معاها حلوه ومشي. الكوجنيتيف ريفريمنج هنا يخليك تعيد التفكير وتصيغ الموقف بشكل مختلف، وتقول مع نفسك مع ان تجربه الانفصال صعبه، بس انا عندي القدره ان ابني حياتي تاني من جديد واعمل علاقه افضل من اللي فاتت. طريقه التطبيق بتاع الكوجنيتيف ريفريمينج انك هتبدا تلاحظ افكارك السلبيه اول ما تظهر معاك. رقم 2 تسال نفسك هل ده تفكير منطقي ولا في تشويه؟ لما تلاقي في تشويه هتحس بعدم راحه. تبدا تكتب بدايل او تعيد صياغه الفكره في دماغك بشكل اكتر ايجابيه وتوازن، بحيث يخليك مرتاح بعد ما الفكره تيجي في دماغك، وتكرر الموضوع ده لحد ما يبقى عاده ذهنيه معاك.